فطيرة النهاردة حلوة بكل المقاييس، سهلة جدا، مش محتاجة ولا عجن ولا تخمير ولا وقت ولا مجهود ولا أي حاجة، ولا محتاجة حد بيعرف يعمل أي حاجة ولا حتى يبقى محترف في المطبخ. يعني هتعمليها بمنتهى السهولة والبساطة، وكمان ببواقي أي حاجة متاحة في بيتك، وكمان هتعمليها في الطاسة على النار عادي خالص بمنتهى السهولة. يعني مفيش أبسط ولا أسهل من كده. تنقذك لو مثلا زهقتي من السحور وعايزة تغيري وتاكلي حاجة كده جنبيها شوية بطاطس، ممكن تعمليها. وكمان تنقذك في الأيام العادية لجوع آخر الليل. وقبل ما أبدأ الفيديو، أنا أسماء طاهر. لو أول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وما تنسوش اللايك، وضروري انكم تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اي فيديو جديد انا بنزله ان شاء الله. اول حاجة معايا هي جلاش، ومش لفة جلاش كاملة. دول كانوا حوالي مثلا 6 ورقات او اكتر من كده، 7 ورقات مثلا، مش فاكرة، بس ما كانتش لفة جلاش كاملة. قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وعندي الطاسة ودهنتها بالسمن، وهبتدي ان انا احط طبقة من الجلاش اللي انا مقطعاه، وبعدين هحط كمان رشة من السمن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين المتاح عندك بقى حطيه براحتك خالص، اي حاجة موجودة عندك في التلاجة طلعيها وحطيها. هنا انا حطيت جبنة بيضة عادية، جبنة فت عادية خالص، وحطيت جبنة موتزاريلا. وبعدين حطيت تاني طبقة من الجلاش، وبعد كده حطيت كمان طبقة من السمن بالشكل ده. وبضاية، عايزة تحطي بيضتين مفيش مشكلة، بس احنا مش عايزينها تبقى اومليت معانا، عايزينها تبقى فطيرة وواضحة ان هي فطيرة. حطيت بضاية، وحطيت على البضاية ملح وفلفل اسود، ملح بسيط مش كتير، ورجيتهم كويس وحطيتهم زي ما انتوا ما شفتوا، وعلى النار نار هادية، وغطيتها وسبتها خدت اللون اللي انتوا شايفينه القمر من تحت ده. وبعدين رحت قلبتها على الوش التاني، وحطيت جبنة موتزاريلا تاني وغطيتها، وفلفل حامي بقى حسب ما انتي ما تحبي براحتك، وغطيت عليها لحد ما خدت لون كمان من الناحية التانية، والجبنة ساحت بالشكل ده، وكانت قمر قوي. وطعمها مش قادرة اوصف لكم كان حلو ازاي. هتعجب كمان اولادكم لو عايزين تعملوا لهم حاجة سريعة وياكلوها ويفرحوا بيها، ممكن تقولوا لهم دي بيتزا مثلا وهيفرحوا جدا. طبعا تقدروا تحشوها اي حشوة انتوا عايزينها براحتكم خالص، اي حشوة هتبقى فيها منتهى الجمال. ده غير ان هي ما بتاخدش وقت نهائي، يعني في ثواني بتكون خلصانة، وكمان من جوه مستوية، ما تقلقوش خالص، يعني من جوه وبره مستوية ومنتهى الجمال. عايزة بس اوريكم الحشوة من جوه عاملة ازاي، ولا طلعت بره ولا اي حاجة، كانت حلوة جدا وفي منتهى الروعة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو عجبك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.